طيب نادي الزمالك نزل بيان بيتكلم فيه عن مبدأ تكافؤ الفرص، وانه عنده مشكلة دلوقتي مع الاتحاد المصري لكرة القدم. ليه بقى؟ اول حاجة بيتكلموا فيها عن الاخطاء التحكيمية الفظيعة اللي كانت في الماتش بتاع الزمالك، وان هم عايزين فيه تحقيق، هم شايفين ان هم اتظلموا فعايزين ياخدوا حقهم في الموضوع ده. ماشي، بشكل او باخر متفق او مختلف معاهم ان كان في اخطاء تحكيميه او لا، حقك يا سيدي. اللي بعد كده اللي بيتكلم فيه نادي الزمالك ان هو مش هيكمل الماتشات بتاعته، او مش هيلعب ماتشات الدور التاني اللي هو ماتش الاهلي اللي جاي، علشان خاطر ان الاهلي ما خلصش مؤجلاته، او ان هو ما بيلعب لسه عنده مؤجلات من الدور الاول وهيلعب في الدور التاني من الدوري، وكده مفيش مبدأ تكافؤ الفرص ما بين الأندية، وإن آخر ماتش هيلعبه الزمالك هو الماتش اللي جاي بتاع فاركو، بعد كده مش هيلعب حاجة اللي هو ماتش الأهلي اللي بعده، علشان مبدأ تكافؤ الفرص زي ما قلنا. طيب على فكرة الزمالك اتأجله ماتشات برضو علشان زي ما الأهلي مش زي الأهلي، لأن الأهلي لعب اكتر في البطولات من ايام كاس العالم للانديه، وهو بيتاجل له علشان خاطر هيعرف ازاي يلعب جوه وبره ازاي. الزمالك برضو اتاجل له ماتشات كان عددها اقل، لان هو الزمالك ما لعبش غير في الكونفدراليه. تمام كده. وبيراميدز برضو اتاجل له ماتشات علشان كان بيلعب في دوري الابطال، طلع في البدري منه وكمل ماتشاته عادي، ده احنا لينا ذنب فيه؟ ملناش. فحضرتك كنادي زمالك كان متاجل لك ماتشات زينا زيك، دلوقتي بقى تاجيل الماتشات وحش؟ ثانيا بقى حضرتك كنت عارف كل ده، ليه البيان ده ما طلعش من بدري قوي وطلع بعد الماتش بتاع المصري، بعد ما حضرتك خسرت ولقيت ان انت دلوقتي مش جاهز انك تلاعب النادي الاهلي؟ البيان ده ملوش اي معنى غير معنى واحد، ان انت خايف تواجه الاهلي دلوقتي، انت مش مستعد انك تواجه الاهلي، فطالع تقول الكلام ده. ما في حل اسهل من ده كله، ممكن تنسحب عادي في وقت ماتش الاهلي والزمالك. ايه، ما عملتهاش قبل كده؟ لا حضرتك عملتها قبل كده، فممكن عادي جدا تنسحب علشان انت مش قادر تلاعب الاهلي في الوقت الحالي، او انت شايف انه مش جاهزين اللعيبه، او فريقك مش جاهز ان هو يواجه الاهلي في الوقت الحالي. لكن مش موضوع مبدأ بقى تكافؤ فرص وتكافؤ فرص ما بين الانديه. طب ما باقي الانديه بقى تقول نفس الكلام وتقول مبدأ تكافؤ الفرص، ومش هنلعب غير لما الاهلي يخلص كله. نوقف بقى الدوري، نوقف الدوري اللي مش راضي يخلص ده علشان خاطر المؤجلات. والمؤجلات ده يعني مش بايد الاهلي ومش بايد حد، لان هو اوريدي كان بيلعب في بطولات تانية، زي ما الزمالك كان بيلعب في بطولة تانية وتأجل له، زي ما بيراميدز كان بيلعب برضه في بطولة وتأجل له. يعني مش الأهلي الوحيد اللي تأجله في الدوري. ايه يا جماعة، هو في ايه؟ يعني انا مثلا لو عندي امتحان وسقطت فيه، اقول ماليش دعوة اصل البنت اللي جنبي وبتغششني هي مش مذاكرة؟ ملهاش علاقة، انا يا فندم ما ذاكرتش، انا مالي بقى ومال اللي جنبي؟ فحضرتك عندك مشكلة في اللعيبة دلوقتي، او عندك مشكلة في عدم الجاهزية، قول انا مش جاهز. ما تقولش الاهلي ومش الاهلي، او ان الناس اللي مؤجلاتهم، يعني كده احنا مش عارفين ان قصد حضرتك على النادي الاهلي. ومش كده وبس، ومكبر الموضوع في عين جمهورك، وعامل ان كده يعني هيبقى ليك شخصية، او انه لازم ناخد قرار حاسم في الموضوع المؤجلات. يا فندم احنا مالناش دعوة، لسنا طرف في هذا الموضوع، وحضرتك اتأجل لك ماتشات زيك زينا، فما تجيش دلوقتي بقى وتقول المؤجلات. بأي عقل يعني هنصدق الكلام ده؟ حضرتك غير جاهز انك تلاعب الاهلي في الوقت ده، خلاص اطلع وقول كده لجمهورك ان انا مش هلاعب الاهلي علشان خاطر السبب الحقيقي ان انا مش جاهز الاعب الاهلي دلوقتي. لكن انا اطلع واقول مؤجلات ومبدأ تكافؤ الفرص، لا يا كابتن حسين، معلش ما ظبطتش المرة دي، وبلاش نعلق أي مشكلة عندنا على شماعة الآخرين. وده آخر الكلام، سلام.